لو بيجيلك نزلات برد كتير فمحتاج تعرف الكلام ده قبل فوات الاوان، وهنا هتكلم عن البالميكورت، ويعتبر اكتر حاجه بتتصرف من الصيدليه في الشتاء. البالميكورت مش محلول نعمل بيه جلسه لاي كتمه وخلاص، ولا مجرد امبول يتحط مع محلول ملح ويتحط عليه اتروفانت ويتباع للمرضى في الصيدليات علشان خاطر يفك بيه كتمه نفسه. كورتيزون يعني شغلته يقلل الالتهاب في مجرى التنفس، يعني مش اي شويه كحه وخلاص. ده بيتكتب لحالات الربو، ويتكتب لحالات كتمه شديده بعد نزلات برد صعبه، يتكتب لحالات الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز. طب اتكتب لنا بالميكورت نستخدمه ازاي، او اتكتب لحد من ولادك؟ 6 حاجات واعملهم معايا بالترتيب. اولهم رج الانبول كويس جدا 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 علشان تخلط المكونات. اول ما يتفتح لو سمحتي يتاخد فورا. طب لو الجرعه هتتقسم على نصين يبقى اخرنا 12 ساعه في التلاجة. طب البالميكورت بيجي في ظرف كده، انا احفظه ازاي؟ احفظه في الظرف بتاعه برضو؟ احفظه جوه الظرف بتاعه، يتحفظ واقف. واقصى مده بعد فتح الظرف هي 3 شهور. بعد ال3 شهور لو سمحت ارميه. وهنا انا قصدا ان الظرف اتفتح والعلبه نفسها لسه مقفوله. احنا زي ما اتفقنا احنا لو فتحناها هي هنستخدمها فورا، لاما اخرنا خالص 12 ساعه. رقم 4، الجلسه بتاخد حوالي 5 ل 10 دقايق وبيتخلط مع محلول ملح عادي. رقم 5، عايزاك تفهم ان تاثيره تدريجي مش لحظي، يعني مش بمجرد ما تاخد الجلسه هتحس بارتياح، هياخد شويه وقت. 6 والأخيرة، بعد ما تخلص جلسة البالميكورت اشطف بقك كويس جدا، نظف الجهاز كويس جدا وشيله علشان خاطر الجهاز ده ما يبقاش مصدر عدوى ليك أو لحد غيرك بعد كده. طب افرض حسيت بعد الجلسة على طول بضيق تنفس أو حساسية، وقف الدواء فورا، لأن انت كده عندك حساسية من البالميكورت. وألف سلام عليكم.